السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة بتاعت حلويات من الحلويات الشرقية الحلوة جدا اللي هي صوابع زينب، بأسرار ومقادير المحلات، وإن شاء الله تنال إعجابكم، وتطلع معاكم بالشكل ده، لونها ذهبي ومقرمشة من برا وطرية من جوا. ويلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجة حنبدأ بيها اللي هي الشيرة او السيروب. حنحتاج لكوبين من السكر وكوب من الماء، اتركهم يغلوا في النار من غير ما احركهم. اضيف ملعقة كبيرة عسل، دي واحدة من الاسرار بتاعة المحلات. واضيف ربع ملعقة صغيرة ملح الليمون وملعقة صغيرة فانيليا. احركهم واتركهم يغلوا، اغطيها لمدة دقيقة. كده الشيرة بتاعتي بقت جاهزة. نجي للمكونات بتاعتنا، هنحتاج لكوبين ونص من الدقيق وكوب سميد وكوب من الماء الدافي بالإضافة لربع كوب سمنة أو زيت نباتي. ممكن تخلطوا الاتنين مع بعض. دقيق نشا، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة فانيليا، ربع ملعقة صغيرة خميرة وربع ملعقة صغيرة ملح. هترك لكم المكونات في صندوق الوصف. نخلط المكونات الجافة كلها مع بعض في وعاء كبير. أضيف المادة الدهنية وأبسها كويس، أخلي المادة الدهنية تتجانس مع الدقيق كويس. أضيف كوب ماء بالتدريج وأعجن. أول ما العجنة تتلمى معاي بالطريقة دي كده أصبحت جاهزة. أجي أقطعها ل8 قطع متساوية عشان تسهل لي طريقة التشكيل. أشكلها طريقة اسطوانية وبعدين تاني أقطعها وأعمل في شكل صوابع زي الكفتة. بعد داك أجي أستخدم أي مصفى فيها أخرام موجودة عندكم ممكن تستخدموها. أنا استخدمت المصفى بتاع القلاية الكهربائية وطلع لي بالشكل الجميل ده. تضغطوا تلفوها عادي جدا، سهلة وبسيطة. نخلص الكمية كلها ونحاول بقدر الإمكان إنه نشتغل سريع سريع وما نخد العجنة بتاعتنا في حتة دافية لأنه فيها خميرة. أنا ما عايزاها تخمر وتتنفش وشكلها بعدين يكون كبير. ده الشكل النهائي بعد ما شكلتها بالمصفى. على نار متوسطة أجي أضيف الزيت وما يكون حار شديد. أضيف القطع بتاعت الصوابع بتاعتي وأقلبها كل شوية عشان الاستوى يكون متساوي كله مع بعض. أول ما لونه يبقى ذهبي أنشيلها من الزيت وأخليها تحت حكاية بتاعت دقيقة أو دقيقتين قبل ما أدخله في الشيروب. في المسافة دي ممكن أخد كمية تانية على الزيت. واحدة من أسرار المحلات إنه ما بيضيفوها طوالي للسيروب عشان ما تتشرب كتير، في نفس الوقت تكون مقرمشة من برا ومن جوا تكون طرية. ده الشكل النهائي يا جماعة، شوفوه جميل كيف متفكت معانا في الزيت، لونها ذهبي ومقرمشة. بتمنى انها تعجبكم وجربوها ووروني رايكم شنو وتابعوني لو ما متابعيني، وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو.